سابت التمثيل واتجهت للرقص، غيرت جلدها واللي عملته نقلة في حياتها الفنية، غطت على صافي نار وهتعدي دينا في النجومية. جسمها السمباتيك مساعدها، بالذات إنها شايفة كل بنت بتعرف ترقص. كلامي هنا عن الفنانة أمينة خليل اللي عملت مغامرة وجربت تبقى راقصة في فيلم شقه. ازاي اتكسفت وهي بتقرا السيناريو؟ هل كانت مترددة في الدور ده؟ يا ترى ممكن تظهر تاني في نفس الدور ده من جديد؟ حكايات وأسرار كتير هتعرفوها معايا في فيديو جديد من حكاوينا. طبعاً محدش كان يتخيل إن أمينة خليل تعمل كده، أصل اللي يشوفها يقول دي طبقة وشخصية مختلفة عن الناس، شاطرة في دور البنت الجامعية مديرة مكتب، لكن إنها تعمل دور راقصة ده اللي ما كانش حد يفكر فيه. بترفض المشاهد الجريئة وملهاش في القبولات الساخنة، لكن شايفة كمان إنها ما تقدرش تحكم على حد بيقدمها، وشايفة إن كل واحد حر في اللي بيعمله ويشوف المناسب لبيئته وتربيته وعيلته وشخصيته كمان. ده كان رأي أمينة خليل لما اتسألت تعملي دور جريء وفي مشاهد خارجة وقبولات ولا لأ، وكان ردها واضح. حتى لما قدمت السنة دي دور راقصة في فيلم شقه اعترفت إنها كانت مجازفة وتحدي كبير بالنسبة لها. غيرت جلدها علشان تعمل دور الراقصة وكانت مرعوبة جدا من الدور ده، وقعدت شهر حاطة السكريبت ده على المكتب وخايفة تبص عليه، لكن بتقول إنها فجأة قررت أعمل الدور ده ورحت الكوتش اسمها جيهان وذاكرت معاها شهرين كاملين. كل يوم بنقعد من 5 ل6 أو 7 ساعات مع بعض. قعدنا نصور الفيلم ده فترة طويلة واتعملت حركات الإيد وطريقة الكلام والرقص عشان أعرف أقدم دور فتنة. أمينة خليل قالت إنه عمرها ما ندمت على أي عمل قدمته في رحلتها الفنية، لكن في أدوار شايفة إنها كان ممكن تعملها بشكل أحسن من اللي عملته، وفي ممثل واحد عندها توافق تشتغل معاه من غير حتى ما تقرأ السيناريو أو تفكر في أي حاجة، وهو الفنان ماجد الكدواني. وده لأنها شايفة إنه ممثل شاطر جدا وكل أدواره بتكون مميزة. هي كمان نفسها تعمل أدوار أكشن وما يكونش فيها دوبلير، يعني أي مشاهد فيها خطر هي تعملها بنفسها. كمان بتحب دور أي بنت بلد وبتحس إنها على طبيعتها فيه. أمينة خليل دايما ستايلها مختلف في اللبس، وفي ناس كانت فاكرة إنها مصممة أزياء، لكنها أكدت إنها ممثلة وبس وملهاش أي علاقة بعالم الأزياء. هي بتحب الملابس العادية ملهاش في البهرجة. كمان بتلبس اللبس على حسب مودها وحالتها النفسية، ممكن شوية تحب الجينز، شوية تحب تلبس فساتين، وأيام تلبس كاجوال. كمان شايفة إن حياتها الشخصية وحياة أسرتها خط أحمر ما تحبش حد يتكلم عنها. الناس ليها بس أخبارها الفنية والأعمال اللي بتقدمها، لكن فكرة الارتباط والخطوبة والجواز دي كلها حاجات شخصية. أمينة خليل برج العقرب وبتغير جدا لدرجة إن جوزها لو اتجوز عليها هتكون غيرانة عليه جدا، لكن لو شايفة إن الجواز هيسعده فهي هتسيبه يتجوز وتعيش حياته وهي هتزعل وهي ميتة. كمان هي وفية ودي ميزة من مميزات برج العقرب، وعشان كده قالت إنها تعيش وفية لشريك حياتها طول حياتها حتى بعد ما يرحل. عمرها ما تفكر حد يجي مكانه أبدا. كمان من صفات برج العقرب إنه بيغير جدا وما يحبش يشوف أي حد أحسن منه، ويمكن ده سبب إنها تقرر تغير جلدها وتقدم دور جديد عليها. قولوا لنا رأيكم إيه بقى في دور أمينة خليل في فيلم شقه، وشايفين دورها كراقصة مناسب ليها في الفيلم ولا لأ؟ مستنية آرائكم في التعليقات.